السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حمام هنحشيه بالفريك. لو عايزين تعملوا نفس الوصفة تحشوه بالرز عادي، هي بس بدل الفريك هتحطوا رز، والرز بنحطه بيتقلب كده كام تقليبة زي لان الرز بياخد وقت شوية عن الفريك، يتقلب كام تقليبة كده برضو مع نفس البصل ونفس السمنة ونفس الحاجة اللي انا حطاها. تمام كده. دول 4 تجواز حمام، هيتحط لهم بصلتين كبار او 3 متوسطين. تمام كده. نبشرهم كده او نقطعهم بالقطاعه ونحضرهم. تمام. ودي الكبد والقوانص، ودي حاجات هتتحط في الميه اللي هسلق فيها، شويه فلفل وكبابه صيني وروزماري وورق لوري. تمام. ودي القرفه و7 بهارات، تحطي شويه صغيرين بس، وحبه فلفل اسود بس. دي احلى حاجه للحشوه بتاع الحمام. تمام. هنشوف كده بقى، نتنقل على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله خطوه خطوه. كده هنحط القوانص الاول. دي القوانص وكده بتقطعيها، وحته سمنه حلوه كده عشان خاطر ايه؟ تعمل ريحه حلوه، حته سمنه بلدي. وهنحط الايه؟ البصل. يا دوبك انا عايزه بس البصل الريحه بتاعته تطير يعني، مش عايزاه ايه يبقى، مش عايزاه يتحمر. انا ممكن اعمله ني في ني، بس انا عايزه الريحه بتاعته تطير، يعني الريحه، في ريحه كده معينه بحبها فيه، اللي هي ريحه التحميره شويه يعني، شويه بس كده لغايه ما ينزل ميته. الفلفل عفوا. كده هنحط القرفه والفلفل والفلفل الاسود وحبه ال7 بهارات. تمام. الباقي بقى هحطه في الميه اللي هسلق فيها هنا اهو. وطبعا الميه اللي هسلق فيها هحط فيها طماطميه، ونسينا نحط كركم. اروح اجيب شويه، مش كركم، اللي هو الكاري. هنحط شويه كاري هنا على الحشو. اللي ما دي حاجات اختياريه يا جماعه، اللي عايز يحطها يحطها، مش عايز براحته. بس الكاري بيحب يعني، البهارات دي اذواق يعني، اللي عايز يحطها يحطها. ممكن في ناس ما بتحطش غير فلفل اسود بس. تمام. كنت عايزه اقول لكم على حاجه في الحمامه اما تيجوا تنضفوها، بس انا الحمام جايلي ما شاء الله يعني ايه، ست من البلد هي اللي عامله لي. في حاجه في المؤخره هنا بتطلعيها كده وبتشيليها، هنا دي نضيفه، الست منضفاها. والحاجات اللي جوه الحمراء اللي بتبقى هنا دي كده بنشيلها. تمام. وفي حاجات هنا زوايد هنا وحاجات دهون كده بنشيلها، لان الحاجات دي بتعمل زفاره في الحمامه. بس انا الست كتر خيرها اللي جايبه لي الحاجه ما شاء الله عليها، منضفاها ومخليها زي الفل، حتى عامله مكان ما هنحشي وكده. تمام اهي. وهنشوف هنعمل ايه. يا دوبك بس كتير بس كده، وتكوني حاطه الميه دي على النار وموطيه عليها، على بال ما تحشي الحمام تروحي ايه حاطه هنا في ايه، في دي. تمام. بس قلبت بس تقلبتين كده، وهجيب الفريك اهو. الفريك بقى انا هقول لكم يعني مش بالمقدار، هقول لكم انا بعمل ايه، بنعمل ايه. انا مثلا عندي 8 حمامات، وهو لسه جاي في الكيس، اروح واخده في ايدي كده حبه، دول لكل حمامه، كبشه كده في ايدي لكل حمامه، واروح حطاهم غسلاهم ومصفياهم قبل ما ايه احطهم على البصل. تمام كده. هنقلب كده تقلبتين في البصل وفي الحاجه، وهنحط يعني مقدار كده يعني ايه، ربع كوبايه ميه، لان انا مش عايزاه يستوي قوي. ما ننساش ان احنا ايه، نقعناه. احنا نقعناه. حتى الرز برضو هتعمليه بنفس الطريقه، بس الرز منقوع ولا مغسول؟ لا الرز يعني ننقعه حاجه بسيطه،
مش زي الفريك، لان الفريك صعب شويه. فهننقعه شويه صغيرين ونصفيه ونقطعه. بس في تريكايه كده بحطها على الرز، بقطع عودين بقدونس رفيع خالص خالص، يعني يا ريت تعملوهم في الكبه في القطاعه، يتقطع رفيع كده بيدي لون مخضر كده شويه، وبيدي ريحه حلوه للرز، بيخلي ريحته جميله. وطبعا تحطي ايه، تتوصي بحبه السمنه كده اهو. نحط شويه ايه الميه بتوعنا وهنغطي عليهم ونوطي عشان ايه لغايه اما الميه دي ايه تتشرب. وما يبرد خالص هنبتدي ناخده وهوريكم هنبتدي ازاي وهنعمله ازاي، والحاجات التريكات اللي هنعملها في الحشو شكلها ايه. وهسيبكم لغايه ما ايه ما نخلص كده. خلاص كده خلاص اتهوى، وهنبتدي بقى نحشي. ولازم اما تجيبي الحمام من حد تقولوا له ما يقطعهولكيش ويعمل حسابه ان انتي في ناس ما بتحشوش في طريقه تانية للحمام ما بيتحشيش. فانتي بس عشان ايه تقول تعرفيه قولوا له ده هيتحشي. حطاه كده بحيث ايه نطلع الفريك الناحيه التانية. حاول ما نحشيش قوي عشان ايه ما يفرقعش مننا. الرقبه من هنا هملكها اكتر. بصي هي كمان اللي عاملاهولي حلو قوي، مش متقطع كده. دي خلة اسنان، هقفلها كده وهعمل الرجل دي كده، هكتف الحمامة لو حسيتي ان المكان هنا واسع ممكن تديها واحدة خلة هنا في الحتة دي. تمام زي كده. هو يستحسن ان انتي تحشي والاخر ايه نظبط الحمامة. الخلة سنها وحش. بس كده اول ما تتسلق بتشيل الخله. انت حطاها للامان، يعني هي مش هتتفتح ولا حاجه، بس احنا حاطينها كامان يعني ان هي ما تنزلش. تمام. هشيلكوا واحده تاني عشان تشوفوها. وهنا دي ممكن ازقها من هنا كده، انزلها لغايه الزور من فوق، او احشي من عند الرقبه من فوق عادي. بس نحاول ان احنا ما نملاش قوي عشان ما تتفتحش. وهنا نحط كده. طبعا لما بتحطوا الفريك بيبقى سخن، بتسيبوه شويه لغايه ما ايه يبرد. هتكتفيها برضو، هنعملها بالخله من هنا وهنقفل الحته دي، لان انا بحب اخلص كله وبعدين ابتدي انفض ايدي عشان ما توسخش الحمامه نفسها. تمام كده. وارجع لكم بعد ما اخلص ان شاء الله واحنا بنحطه في الحله. كده الميه بتاعتي غليت. طبعا انا حطاها من ساعه ما بدات احشي، حطيت فيها التوابل اللي وريتها لكم، وحطيت حته جزره، نص جزرايه، وطماطمايه. تمام كده. في حركه كده انا شفت حد بيعملها، صراحه انا اول مره اعملها. بتقول بتدي نفس للحمامايه، بتقول بتنغزوا الظهر هنا كده
تنغستين 3 كده بس. وتحطي الحمامية تبتدي تحطيها على ظهرها كده اهو. طبعا ما تنسوش تحطوا ملح في المية اهي عند العظمة كده بتاعت الظهر، وتنغزي بس كده كده اهو اهي. وهنشوف بقى كده ايه. طبعا انتي بتعرفي منين ان استوى؟ من الجناح، بتمسكي الجناح كده يطلع في ايدك يبقى استوى. هوريكم ان شاء الله قبل ما اطلعها، هوريكم شكله اتعمل ازاي. تمام، وارجع لكم تاني. كده ايه، حطيت شويه صلصه وحطيت عليهم زعتر وشويه ملح، قلت لحسن يكون ايه درع ولا حاجه عشان ايه يحيقوا. وحطيت حته سمنه بلدي. تمام كده، وهندهنه كده. هي الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها عشان تديله لمعه. تمام، ونولع الشوايه بتاع الفرن ونحطه تحتها وخلص وارجع لكم. كده احنا خلصنا الحمد لله، مفيش ولا واحده فرقعت ولا اي حاجه، الحمد لله رب العالمين. واتمنى تجربوه وتكون يعني قدرت ان انا اوصل لكم المعلومه بتاعت الحمام. بألف هنا وشفا ان شاء الله.